هريسة دقتيها في حياتك هتبقى خطيرة يا جماعة، لون وطعم وملمس هي بتاعت بره، مش هتضطري ابدا انك تشتريها من بره تاني. ما حبيتش اجيلكوا ايديا فاضيه، جيت لكم النهارده بسر خطير، سر الهريسه الاسكندراني، سر لونها وملمسها وريحتها وطعمها، كل حاجه هقولها لكم النهارده. انت كمان ما تجيليش وايدك فاضيه، حطي لي لايك على الفيديو ده وشجعيني. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناه انت ملكه في مطبخ. لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس واختاري كلمه الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وافكاري اللي بقدمها. كمان لو لسه ما اشتركتيش معايا في صفحه الفيسبوك والبيج بتاعت الانستجرام، يلا بسرعه، مستنيه ايه؟ روحي بسرعه تابعيني هناك، واي رسائل انا برد عليها واي استفسارات. شايفه الهريسه النهارده خطيره يا جماعه، ملمس الهريسه المظبوط، مش زي البسبوسه دي، ترميلتها بتبقى اعلى شويه، ما بتبقاش طريه قوي قوي زي البسبوسه، بس خطيره خطيره خطيره، انا متاكده انها تعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي حلقتنا. اول حاجه حطيت كوبايه سكر على النار بالشكل ده، انا هعملها على النار على طول. هنا المقادير طلعت لك على الشاشه، تقدري تاخديها سكرين شوت. السكر بتاعي قعدت اقلبه لحد ما كرمل معايا من غير ما احط له ميه خالص. هنا معايا كوبايه الا ربع من السمنه، تقدري تستخدمي اي سمنه او زبده انت تحبيها، اي نوع يعني، بس طبعا يفضل تحطي حته سمنه بلدي كده، لكن المتوفر عندك اعمليه. طبعا حطيته بعد ما السكر كرمل. كمان هنا معايا كوبايه من الحليب، هنزلها كده على السمنه والسكر. عايزه اقولك انا شغاله من البدايه على نار هاديه خالص، لازم النار تبقى هاديه خالص. بصي المعلقه كلبشت ازاي، ما تقلقيش ابدا، بعد شويه هتبتدي تفك معاكي. كمان الكراميل بتاعنا هيبتدي يسيح ويدوب معانا في الحليب والسمنه. بصي هيبتدي تفك معايا، هبتدي على نار هاديه خالص كده، ابتدي اقلبها لحد ما الكراميل اللي احنا عملناه يدوب مع الحليب والسمنه بالشكل ده. هتديني بقى لون سائل بني كده او ذهبي، هو ده اللي بيخلي الهريسه بتاعتنا لون مميز زي بتاعه المحلات بالظبط. هنا بعد ما دابت معايا خالص زي ما انتم شايفين اهي، هطفي النار، مش هشتغل والنار شغاله ابدا، هطفيها تماما. خلاص معايا بقى هنا انا محضره نص كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسه بدون اي اضافات، بدون اضافات يا جماعه خالص. ما ينفعش اجيب الدقيق اللي هو المعبأ واستخدمه، لا دقيق سميد من عند العطار ساده معلوش اي اضافات. هاخد نص كيلو، وده بيبقى متوسط مش خشن ولا ناعم. خلاص. كمان معايا هنا في الطبق ده يعني نص معلقه صغيره من بيكنج باودر، معلقه كبيره من الدقيق، معلقتين 3 كده من الجوز هند، لو حابه حطيه مش حابه خلاص. هحطهم بالشكل ده وابتدي اقلب المقادير بتاعتي كلها مع بعض. امشي معايا على الطريقه والتركات دي، هتطلع معاكي احلى هريسه دقتيها في حياتك، هتبقى خطيره يا جماعه، لون وطعم وملمس هي بتاعت بره، مش هتضطري ابدا انك تشتريها من بره تاني. هقلب بقى كل المقادير مع بعض لحد ما يختلطوا مع بعض كويس. خلاص هنا بقى معايا كيس من الفانيليا، هبتدي احطه عشان يدي الهريسه بتاعتي ريحه حلوه وطعم حلو، وهبتدي اقلب مره تانية. بصوا يا جماعه، هي هنا بتبقى اخشن شويه من البسبوسه. البسبوسه لما عملتها معاكم كانت الخليط بتاعها ناعم خالص ودايب، لا دي اخشن حبتين منها. هنا حضرت صينيه تقريبا مقاس 28، حطيت فيها كده معلقه حلوه من السمنه البلدي، هبتدي اوزعها كويس جدا علشان خاطر لازم يبقى تحتيها ماده دهنيه كافيه عشان تديها لون من تحت، كمان عشان ما تلزقش معايا وتطلعيها بسهوله. هبتدي اوزع السمنه، تقدري طبعا تفكيها على النار وتوزعيها براحتك خالص. هنا بعد ما وزعت السمنه بتاعتنا هجيب بقى حله الهريسه اللي احنا عملناها وابتدي انزلها بالشكل ده في الصينيه وافردها واوزعها في الصينيه كويس. طيب عايزه اقولك ان الهريسه انا بعملها معامله الكيكه، يعني ايه؟ يعني بشغل الفرن من البدايه خالص على درجه حراره 160 تقريبا، مش اكتر من كده، وقبل ما اشتغل خالص، وبعدين تخش على الفرن الدافي ده. خلاص هبتدي بقى اوزعها كده كويس. طبعا زي ما بقول لكم هي اخشن شويه من البسبوسه، مش سايبه خالص زي البسبوسه، خلي بالك من النقطه دي. خلاص هنا هوزعها كده بالسباتشولا، وبعدين هجيب بقى طبق كده فيه ميه ابتدي اوزع بيه البسبوسه او الهريسه، اسفه، وهقول لك ازاي.
بصي بقى، انا جبت هنا طبق فيه ميه. كل اللي هعمله ان انا هملس ايدي كده في الميه او ابل ايدي من الميه، وابتدي اساوي الهريسه بتاعتنا علشان ما تلزقش بقى في ايدي، وابتدي كده اخبطها خبطتين في الرخامه بتاعتنا علشان خاطر تتساوى اكتر. طبعا دي هتخش الفرن زي ما قلت لكم، يكون شغال من البدايه. هدخلها الفرن لحد ما تستوي، وما بتاخدش وقت ابدا، وما بتحتاجش شوايه يا جماعه، لان هي اوريدي واخده لون خطير لوحدها، فهي هتستوي معايا. بصي بقى، في ناس تحب تحط الجوز هند قبل ما تدخلها، انا بعمل حاجه تانية خالص، انا بحطه بعد ما بتخرج، وهوريكوا ازاي عشان ما يلونش معايا. هنا بقى والهريسه بتاعتي في الفرن، هبتدي اعمل الشربات. واسمحوا لي بس اقول لكم كلمتين عن شربات الهريسه او البسبوسه. لازم يكون سخن وخفيف وهو نازل على الهريسه والبسبوسه عشان ما ينشفهاش. فانا هنا هستخدم كوبايه من السكر، وعليهم كوبايه وربع من الميه. حطيت كوبايه وهجيب ربع كوبايه بس كده. دول هرفعهم على النار، مش هسيبهم يغلوا كتير، لا هغليهم بس غلوه واحده، يعني زي ما تقولي كده ميه بسكر سخنه، مش لازم يتقل ابدا. كل اللي هعمله هغليهم غلوه واحده، واحط عليهم كيس الفانيليا، واطفي النار على طول بس كده. هنا الهريسه بتاعتنا خرجت من الفرن، هبتدي احط الزبيب والجوزين ده عليهم. طبعا لو انت حابه تحطي الاضافه دي قبل ما تدخليهم الفرن، دي حاجه ترجع لك، انا هحطهم دلوقتي علشان مش عايزه الزبيب يتحرق معايا. كمان تقدري تحطي الجوزين الضفر، او تحطي سوداني او مكسرات، اي حاجه انت بتحبيها. كمان تقدري تحطي الحاجات دي جواها، يعني تحطي جزء من الهريسه وترشي الحاجات دي، وتحطي الجزء التاني يبقى جواها، فدي حاجه ترجع لك. هرش كده شويه من الجوز هند وشويه من الزبيب وخلاص على السطح وخلاص. اوعى تكوني لسه ما حطيتليش اللايك لحد دلوقتي، حطي لي اللايك وشجعيني. هنا كمان الشربات السخن بتاعنا الخفيف زي ما انت شايفه، ما تعقدش ابدا ولا تقل، ودي حاجه اساسيه، ما ينفعش ان انا اتقله. هي غلوه واحده بس يا جماعه، ويبقى سخن والهريسه سخنه، الاتنين سخنين علشان خاطر تفضل معايا طريه. هبتدي بقى اوزعه كده على الهريسه بتاعتنا لحد ما احط الكميه بقى كلها. بصي، هي دليل نجاحها ان هي كل ما تحط لها كده بتشربه زي ما انت شايفه. حط لها بقى، وهحط الكميه كلها علشان تبقى معايا طريه، وسكرها يكون حلو. ودي طبعا حسب الرغبه، بتحبوا الحلويات مسكره قوي، بتحبوها سكرها خفيف، هتحطي كميه الشربات. خلاص، انا هنا خلاص سقيتها الشربات كله، هغطي عليها واسيبها بس شويه تبقى طريه، وارجع لكم. كل ما هتغطي عليها وتسيبيها هتبقى معاكي اطرى. بص بقى، بعد ما غطيت عليها شويه بردت يا دوبك شويه، هبتدي بقى اقطعها كده. قطعيها بقى زي ما تحبوا، مربعات، سمبوكسات، الشكل اللي تحبيه. وهي معايا بالشكل ده. طبعا لو مش حابه تحطي الجوز هند والزبيب ما تحطوهوش، ممكن تسيبيها ساده خالص من غير اي حاجه، يعني مفيش مشكله. طريه جدا وواضح جدا من السكينه وهي ماشيه فيها. بصي كمان لونها خطير من جوه، عارفين واخده اللون كله من جوه ومن بره ومن الاجناب، من كل حته نفس اللون. وده اللون ده واخده من قبل التسويه، وهو ده سر الهريسه بتاعت المحلات اللي كتير مننا ميبقاش عارف معموله ازاي. ومهما تعمليها وتبقي ظابطه المقادير، انتي بتلاقيها من جوه بيضه زي العجين، وتبقي مش عارفه هو بيعملها ازاي الحلواني. لا، انا جبتلك السر النهارده. السر يا جماعه ان انتي تسويها فوق في الحله، وتكرملي السكر بتاعها. في ناس كتير بتقولي انت كده بتزودي السكريات فيها وبتبقى مسكره زياده عن اللزوم. طب ما انت كده كده هتستخدمي السكر، يعني هي الكراميل انا عارفه بيبقى مسكر اكتر، بس هي دي النتيجه اللي انت بتاكليها بره، ما انت بتاكليه بره بيبقى مسكر جدا. فهي صدقوني بجد جربوها، انا متاكده انها هتعجبكم جدا. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. ولو حابين نعمل اي حاجه مع بعض اكتبوا لي تحت في الكومنتات نعملها. متنسيش تشجعيني بقى على صفحه الفيسبوك والانستجرام، عايزه تليش قوي جدا هناك. واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام، متنسيش اللايك. يلا سلام.